منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. السلام عليكم. عودة بعد غياب طال شوية حلوين، بقالي حوالي يجي شهر كده أو شهر شوية ما نزلتش فيديو، ولكن النهاردة بعد صلاة الفجر قلت هرجع بإذن الله، هفتح الكاميرا وهصور. الكلام مش مترتب، الله المستعان. من فترة كنت منزل بوست بسأل فيه إيه أكتر حاجة شغلة دماغكم الفترة دي، أو إيه أكتر موضوع ممكن نتكلم عنه الفترة اللي جاية. وأكتر موضوع اتكرر كان جهاد النفس ومقاومة الهوى، بما إن الفيديو اللي فات كان عن الهوى. وبصراحة انتوا جيتوا يعني للشخص لان يمكن انا بحاول وبجاهد نفسي على قد ما اقدر. حتى الفيديو اللي انا بصوره ده دلوقتي بجاهد نفسي ان ارجع اصور وافضل مستمر، حتى لو مش باحسن حاجه، حتى لو مش باحسن حاله. ربنا بيقول: ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. يعني ايه؟ يعني هتجاهد علشان نفسك، هتضل على نفسك وهتضيع نفسك. فاحنا بنجاهد علشان نفسنا، وده الاختبار اللي ربنا حطه لينا في الدنيا، اننا نقاوم نفسنا ونقدر على نفسنا وعلى شهواتنا وعلى الدنيا وعلى كل حاجة ممكن تخرجنا من النور تودينا للضلمة. فربنا لخص الدنيا كلها في آية في سورة الحديد وقال: إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يعني كلها زينة، مش مستاهلة منك كل التعب ده، مش مستاهلة الضغط اللي احنا فيه، خصوصا في عالم السوشيال ميديا اللي بهدلنا وعزز المقارنة بيننا وبين غيرنا في كل حاجة. الجو تلج. طب هصور تحت. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم، عاد إليكم من جديد. اكيد واضح طبعا ان انا مش بصور بعد ما نزلت على طول، لان نزلت انشغلت في كذا حاجه ونمت، فبصور بعد العصر، حقكم عليا. المهم انا بتحداك انك انت تكمل الفيديو ده اصلا للاخر، لان مش هيكون مونتاج ولا هيكون في شغل ولا اي حاجه، فاتمنى انك انت تكمله للاخر ولايك. المهم ليه بقى انا بقول خصوصا في عالم السوشيال ميديا؟ لان زمان لما كنا بنتفرج، لو حد فينا كان بيتفرج على فيلم او مسلسل او حتى كرتون، كان بيبقى عارف ان ده تمثيل وان ده كله فيك وان ده مش حقيقه اصلا. ولكن دلوقتي مع ريل 30 ثانيه وراها مونتاج، وراها سكريبت، وراها اعاده مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان يطلع باحسن نتيجه. الفيديو 30 ثانيه محدش بقى بيقولك ان ده مش حقيقه وان ده فيك، وانك انت مش شايف غير الجزء الحلو ومش شايف اللي ورا من تعب وفشل ومحاولة مرة واثنين وثلاثة. انت مش شايف كل ده، انت شايف بس ال 30 ثانية الحلوين. وانا برضو بالليه بقول لك اتحداك ان انت تكمل الفيديو ده للاخر، لان انا مش هعمل لك فيه الشغل اللي هو الواو ده. ليه بقى التعب؟ عشان احنا بقينا بنبص وبقينا بنقارن. هتقولي لا انا مش بقارن، هقول لك لا انت بتقارن بس في عقلك الباطن وانت مش واخد بالك. اصلا المقارنة اللي بتحصل دي وانت مش واخد بالك منها ربنا نهى عنها وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما تبصش اللي أحسن منك في حاجات وتفضل تقارن بينه وبينك. ليه؟ ارضى وجاهد نفسك وجاهد إنك أنت توصل للأحسن، بس ما تقارنش. ولكن من رحمة ربنا بينا إن هو ما لغاش المقارنة خالص، ولكن لما حب يذكر المقارنة والمنافسة قال إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: سابقوا إلى إيه؟ إلى مغفرة من ربكم
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمين يا رب الجنة دي؟ للمتقين. أنا بقول الكلام ده لنفسي، تمام؟ أنا الفيديو ده أنا حرفيا مش محضر له غير حاجات بسيطة كآيات أنا عايز أتكلم عنها. يعني ما قالش سابقوا في محتوى، في أغاني، في شهرة، في ترند، في عربيات، في فلوس، حاجات كتير أوي بقينا بنشغل دماغنا بيها أصلًا هي مش مكلفة بينا. هي ممكن تتحول معانا لمغفرة من ربكم وجنة، اللي هي الحاجة اللي إحنا بنسعى لها بمجرد بس إن هي تتحول لعبادة، ولكن إحنا بقينا نسعى بدون هدف. أنا عايز أبقى عندي محتوى، عايز يبقى عندي شهرة، عايز يبقى عندي فلوس، ولكن كل ده إيه؟ زينة. زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. المهم أنا عايز أعرف لو أنت بتجاهد نفسك في حاجة أو في حاجة شاغلة دماغك وبتحاول تتخلّص منها أو أيًا كان الحرب اللي بينك وبين نفسك، اكتب لي تحت في الكومنتات. كنت باتفرّج من كام يوم على درس للدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، وذكر فيه حديث حلو جدًا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان بيقول: "لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه." قالوا: "وكيف يا رسول الله؟" يعني إزاي الواحد إن هو يذل نفسه ويهين نفسه؟ قال: "أن يحمّلها من البلاء ما لا تطيق." أنت ليه محمّل نفسك فوق طاقتك وإنك أنت تشيل وتعمل وتوصل وأنت كل ده أصلًا في دماغك، أنت محمّل نفسك ما لا تطيق. إحنا بنقول أصلًا في القرآن: "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا." فأنت ليه ضاغط نفسك؟ سمعت حد بيقول: "نفسك التي بين جنبيك هي عدو." أنت جهادها ده أصلًا لوحده ده عبادة. طيب أنا باجاهد وأنا زهقت من المحاولات وعمّال أقع وأقوم، أنا مش قادر خلاص أنا تعبت. ربنا قال: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا." ما قالش هنسيبهم، هنضيّعهم، هندخّلهم النار، لنهدينهم سبلنا. فأنت ربنا شايف كل محاولاتك دي شايفك بتقع وبتقوم، وشايف اللي وقع وما قامش، وشايف اللي وقع وبيقوم وبيحاول لحد ما وصل. فأنت بإيدك القرار، يا إما من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت عارف أنت حرفيًا حياتنا دلوقتي بقت عبارة عن ضنك. اللي ربنا قال آآ اللي ربنا قال "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا." أنت مش عارف معنى الضنك. الضنك هو الضيق والتعب والإرهاق اللي إحنا بقينا فيه. أنت عارف أنت تعرف معنى الضنك ده إمتى؟ لمّا ترجع تفتح مصحفك وتقرأ، بس مش أي قراءة وخلاص، اللي هو أنا باقرأ علشان عايز أقرأ، لأ أنت بتقرأ وتتدبر وتفهم، تحس إن القرآن بيكلمك، مش تقرأ وتمشي. أنت فاهمني؟ وأنا كمان يعني باحاول الفترة اللي فاتت أنا كنت يعني باحاول إن أنا زي أي حد باحاول أفتح المصحف، ولكن حتى ما بقيتش بافتح المصحف وباقرأ، لأ أنا أصلًا كان في آيات باحس إن أنا أصلًا لمّا باسمعها كده باحس إن هي بتكلمني أنا. الأول ما كنتش باركّز فيها، دلوقتي ممكن أبقى أركّز فيها، وأنت كمان ممكن تبقى في آيات كتير عدّت عليك أنت ما كنتش فاهم معناها، لمّا تقعد تقرأها وتقعد كده تاخد بالك، ياه! أنا ما كنتش واخد بالي، إيه ده! ده الآية دي معناها كذا، أنت فاهمني؟ لدرجة إنك أنت هييجي عليك وقت وهتحس إن القرآن أصلًا بيكلمك أنت، هتلاقي في آيات بتتبعت لك أنت مخصوص عشانك. طب أنا تعبت وخلاص كل حاجة جات عليَّ ربنا بيقول: "ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب." كل حاجة، كل محاولة وكل وقعة وكل تعب وكل مصيبة أصابتك إلا في كتاب. عند ربنا. ربنا بيقول: "لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم." يعني يعني خلاص اللي فات فات، ركّز بقى على اللي جاي وحاول بقى تدّي عشان تعوّض اللي فات. "ولا تفرحوا بما آتاكم." بعد كده بقى لمّا ربنا يدّيك ما تقولش بقى ده من عندي، بشطارتي، بنجاحي، ده أنا وأنا وتنسى تنسب الفضل لربنا. أنت فاهمني؟ ما تبقاش زي "فلما كشفنا عنه ضُرَّه مَرَّ كأن لم يدعنا إلى ضُرٍّ مسّه." واحد كان بيدعي ربنا: "يا رب، يا رب اشفيني، يا رب اعملني، يا رب، يا رب، يا رب." فلما كشفنا عنه ضُرَّه مَرَّ كأن لم يدعنا إلى ضُرٍّ مسّه، ولا كأنه كان بيدعينا. وعارف فعلًا إيه هي أخطر آية؟ أخطر آية ولمّا ركّزت فيها هي الآية اللي في سورة الكهف: "قُلْ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالًا." مين يا رب الأخسرين أعمالًا؟ "الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا." هو فاكر إن هو صح وهو تايه أصلًا وبيسعى في طريق أصلًا تخيل إنك أنت تفضل ماشي في طريق ماشي وفي الآخر يطلع الطريق ده مسدود. ربنا بعدها قال: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم إيه يا ربي؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها." فاهدى على نفسك وبالراحة وما تقساش على نفسك وخُد الأمور ببساطة، ما تستعجلش، ما حدش بيجري وراك، وخُلق الإنسان عجولًا أصلًا، فأنت ما تستعجلش، اهدى، إحنا فقدنا أصلًا معنى الصبر. فأنت لو وصلت لحد آخر الفيديو فتحية مني ليك وباحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.